اخواتي اللي منورين الدنيا. بص انا عايزك تعتبر نفسك قاعد معايا على القهوه، خش تسلم وتطلب حاجه تشربها تعالالي، وهنرغي بقى في اي موضوع. يعني تقدر تقول كده مفيش حاجه معينه، وعشان برضو ما تزهقش مني اسمعني انت بس لحد اخر الفيديو ومش هتندم. احنا كبني ادمين نعرف عن كوكب المريخ اكتر ما بنعرف عن المحيط اللي حوالينا، فلو انت يا صاحبي بتصيف الفيديو ده ليك. والله يا عم البحر اللي احنا بننزل نصيف فيه ده في حاجات احنا لحد دلوقتي ما نعرفهاش. يعني انت يا صديقي لو نزلت خدت غطس دلوقتي الله اعلم هتشوف ايه تحت. العلماء بيقولوا ان احنا اكتشفنا 5% بس من اعماق المحيطات، يعني 95% لسه محدش يعرف فيهم ايه. الفضاء تعرف شكله حرارته، شفنا صور من تلسكوبات تبعد عننا بسنين ضوئيه، لكن بقى قاع البحر ممكن تلاقي في مدينه تحت الميه احنا مش عارفين عنها حاجه. ده مش هزار. وفي باحثين بيقولوا ان هم ممكن يلاقوا كائنات بحريه عندها خصائص اقرب للفضائيين. طب انت تعرف ان البحر فيه اكتر من 3 مليون نوع، اغلبهم ما اتعملش ليهم كتالوج. ومش بس كده، ان فيهم كائنات بيعيشوا في ضلمه تامه ومن غير عينين، كمان من غير ما يتنفسوا اكسجين زينا. دول بقى ايه، تسيبهم قاعدين كده ولوحدهم يا عيني غلابه، وعاملين نظام حياه خاص بيهم. بيقولوا علينا البني ادمين دول لسه عايشين فوق. عندك يا صاحبي اعمق نقطه في البحر خندق ماريانا، العمق بتاعه حوالي 11000 متر. انت متخيل؟ يعني انت لو جبت جبل ايفرست حطيته هيتغطى، والضغط الجوي تحت بيوصل ل 1100 ضغط جوي. يعني لو فكرت يا صاحبي تنزله من غير حمايه هتطلع سجقايه في ثانيه. الناس اللي نزلت الخندق ده تعدهم على صوابع ايدك، في 3 بس نزلوا للقاع ده. غواص امريكي سنه 1960، والمخرج بتاع فيلم تايتانيك جيمس كاميرون نزل لوحده سنه 2012 من قريب، يعني في مكان اسمه بلاك سموكرز. ده زي مدخنه كده بتطلع دخان سخن جدا من تحت البحر، ودرجه الحراره بتاعته بتوصل ل 400. ووسط كل ده في كائنات بتعيش عادي، وانت درجه الحراره بتكون 40 ما بتنزلش من بيتك. ما بالك بقى السمكه اللي قاعده في جهنم تحت دي. شفت الجيلي في العيد؟ في كائن بحري اسمه كومب جيلي، شكله كده فعلا شفاف تماما، بيتحرك بهدوء كانه بيتمشى على كورنيش الميه. برنس. وفي سمكه تاني، دي مش سمكه، دي كابوس. وشها مش مطمن، سنانها اطول من بقها، يعني دي عشان تقفل بقها لازم تلف السن. في واحده اسمها ديب سي دراجون فيش، دي باينه من اسمها خريجه لغات. دي بقى عندها ضوء قدام عينيها كده عامل زي الكشاف، يعني بتبقى ماشيه هتشوت اي حد، مش باقي على الدنيا. بحيرات في قاع البحار، ايوه بحيرات جوه البحر، يعني بحر جوه بحر جوه بحر جوه بحر. الميه دي ملحها عالي جدا، يعني لو دخلت فيها جسمك هيطفو فوق الميه زي الكتكوت في الشوربه. وفي بحيره اسمها براين بلو، ودي في جنوب المكسيك. اللي بينزل فيها بيقول ده بحر جديد لوحده. يعني البحر بقى عنده بحيرات واحنا لسه بنتخانق على كرسي على الشط ب 120 جنيه. يعني احنا عندنا كل العجائب دي تحت رجلينا ولسه بندور على الفضائيين فوق. وممكن الفضائيين يكونوا ساكنين تحت البحر اصلا واحنا مش داريانين. وبعدين لو في فضائيين فعلا اكيد مش اغرب من الكائنات اللي في البحر. يعني تخيل فضائي يشوف سمكه البحر العميق ده يقول لك ايه الكائن الغريب ده؟ لا يابا احنا ملناش دعوه. يعني من الاخر البحر 95% مجهول، والفضاء لسه بندور فيه، وانت قاعد معايا بتتفرج على امل ان يكون في حاجه مفيده. وده اللي انا بقدمه لك يا نجم. فانزل بقى ايه، اعمل لايك وابعت الفيديو ده لصاحبك اللي راح يصيف. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولا بقى اقوم اروح عشان الموضوع صعب. ماشي، سلام. ما تنساش تحاسب على القهوه.